هقولك على سر الطعمية اللي مش بتشرب زيت خالص. وعايزة اقولك بقى ريحتها وطعمها بجد خطيرة. من جوه كده هوت هشة وخفيفة، من بره مقرمشة، واخدة اللون الذهبي الجميل كده هوت. عايزة اقولك بجد النهاردة هنعملها بمكون كده هوت هيوديها في حتة تانية خالص. هو ده السر بتاع اكبر المحلات بقى كدهوت، اللي انت بتعدي من قدامها وتشمي ريحه الطعميه كدهوت تجوعك كده لوحدها. اهم حاجه بقى كده الفيديو دوت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك. ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا لون العجينة عامل ازاي ما شاء الله، ولا الفلافل بجد ولا الطعمية. ريحتها وطعمها بجد خطير، واللون بتاعها كده هو باين. وطبعا انا فتحتها لكم من جوه وشفت شكلها عامل ازاي. تعالوا بقى قبل ما اقول لكم على المكون السري كده نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا المكون اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو فول البصارة او الفول المدشوش اللي احنا هنستخدمه. والمكون السري اللي بيودي طعمها في حتة تانية وبيستخدموا من كتير اصحاب بقى كده هوت اكبر كده المطاعم هي دي اللي بتستخدم المكون ده. هنحطه بقى كده هوت. انا معايا نص كيلو من فول البصارة او الفول المدشوش. وبصراحة كنت واخدة منه كده معلقتين، كنت مدمسة فول واخدة منه معلقتين، يعني نقوله نص كيلو. ومعايا ربع كيلو من الحمص الشام. عايزه اقول لكم بجد والله بيفرق جدا في طعمها. وكمان هقول لكم بقى على الطريقه اللي هتخليها كده تطلع معاكي كده هشه وخفيفه. وهنضيف مكون تاني كمان اضافي واحنا شغالين هيظبط الطعم اكتر وهيخليها كده متماسكه معاكي من غير ما تفك ولا حاجه. طبعا احنا هننقي الحاجه بتاعتنا كويس وهنغسلها ولحد ما ميتها تبقى رايقه كده. وهنقعها لمده 24 ساعه. في ال 24 ساعه دي انا هغير الميه من مرتين لتلاتة كده، مش هسيب الميه هي ده شكلهم بعد ما مر عليهم كده 24 ساعه، مع طبعا تكرار ان انا بغير الميه. هنا بقى معايا الخضرة. انا قلت للراجل عايزة خضرة فلافل، بس هو اداني يعني ايه توصى بيا شوية كده، مديني من كل حاجة حزمتين. هاخد اول حاجة الحزمتين الكرات. يعني مش هشيل منهم حاجة الا ايه، هنضفهم بس انما مش هشيل حاجة. وعطيني حزمتين بقدونس وحزمتين كزبرة، هاخد واحدة وواحدة. مش هحط ايه ده كله عشان مش عايزاها الخضار بتاعها يبقى غامق قوي تيجي تقليها تلاقيها سودة من جوه. فالفلافل لو تلاحظوا بتاعت الراجل بره ما بتبقاش غامقه قوي. بتبقى فيها خضار كده بسيط، وفي ناس ما بقاش يخلوها خضرة خالص بيخلوها بيضة. فاحنا خير الامور الوسط لما تبقى الخضار بتاعها كده متوسط بتبقى حلوة كده هوت. وكمان واحنا هقول لكم كمان على التريكات اللي هتخليها تطلع معاكم خفيفة جدا وما تسودش منكم وتبقى احلى من بتاعت بره بكتير. هنضف الخضره بتاعتي كده اهوت كويس، هشيل اي حاجه خضره ملهاش لازمه. وهفتح كده الكرات من بعض لان بيبقى فيه طينه كده ما بينهم وما بين بعض، هما كلهم على بعض في الاخر صفصفوا على حزمه واحده. هاخد بقى حزمتين كده من البقدونس، حزمه وحزمه، والحزمه مش كبيره. هشيل كده العروق وهاخد كده الورق بس كده اهوت. واي حاجه برضو خضره صفرة او مش حلوه هشيلها. وامسكهم وانقعهم كده، اغسلهم غسله حلوه وانقعهم قبل ما اشوف ايه هحضر ايه تاني. هنا بقى غسلتهم، كنت نضفت بصلايه وقشرت راستهم مش كبيره كده، وسط كده صغيره. همسكهم بقى كده ايه اخرطهم كده تخريط عشوائي، يعني مش كده كده ايه هيتطحنوا. وهقول لكم بقى على الموقف اللي حصل معايا. والله زعلت جدا بس الفلافل وجمالها فرحني ونساني الزعلة ديت. هقطع البصليه كده مكعبات صغيره. وطبعا انا مقشره راستهم كده مش كبيره قوي يعني، وسط كده هو صغيره شويه. هنزل بقى بالفول كده بعد ما شطفته كمان شطفه وحطيته في مصفى. هقلب بقى ده كله كده ده مع بعضه. عايزه تحطي قرن فلفل اخضر حامي حطي، مش عايزه براحتك. انا ما كانش عندي ما حطيتش. طبعا تقدري تشتغلي في الكبة، تقدري تشتغلي في المفرمة اللي هي بنعمل فيها البسكوت دي زي اللي انا عملت فيها. وتعالوا شوفوا بقى اللي حصل في المفرمة. بصوا بقى المفرمة دي انا كنت لسه جايباها جديدة وعملت بيها البسكوت السنة دي. تمام. المهم جيت اعمل بيها الفول، وطبعا الراجل قال لي عادي تعملي بيها الفلافل ولحمه وكله. فبدات افرم بالشكل ده كده، كنت حاسه انها تقيله شويه. وبعدين بصوا زي ما انتم شايفين كده كانت بتتحرك كده معايا ازاي، مع اني كنت فرحانه جدا بشكل الفلافل وهي نازله. كنت ناويه اخدها وش تاني، يعني وش تاني ان انا كنت هضربها مره كمان. فانا جيت اربط الايد دي اللي بتتربط في الرخامه، فبربطها كده جامد. يعني مثلا بتربطيها بقى بسكينة بحاجة. بصيت لقيتها حاجة طرقعت، يعني معرفش ايه ده. دي والله العظيم يعني لسه جايباها وكانت سعرها مش رخيص، يعني كانت سعرها غالي.
المهم بقى ايه، رجعت تاني للكبة بتاعتي ورحت جايه واخداهم في الكبة. وطبعا نازلين زي ما انتم شايفين خشنة، لسه هنضربها مرة كمان وهنضيف لها مكون واحنا بنضربها هيخليها تطلع بقى معاكي كده متماسكة. انما لو انت جيتي تقليها على كده هتبقى معاكي تبقى كده تتفرد في الطاسة كلها. خلاص انا كده طحنتهم كده اول طحنة. بص شكلها عاملة ازاي، لسه خشنة وفي نفس الوقت كده ما تحسهاش متماسكة في بعضها. فضيها بقى كده اهوت، وهضيف عليها المكون اللي قلت لكم عليه. هي بصوا لسه تحسي كده مفرفره كده وكله. هجيب كده كوبايه من الميه، هحط كده منها يعني ايه كوبايه الا ربع، او اسيب حاجه بسيطه لو احتجت وانا شغاله هستخدمه. هو في الاخر هحتاجه يعني. إيه المهم بقى كده انا بدات اخد بقى كده اهوت ايه، اعيد بقى عليها مره كمان لان انا عايزاها تبقى ناعمه، وفي نفس الوقت برضو ما تبقاش الناعمه قوي يعني، خلي فيها سنه خشنه. يعني ممكن تخلي واحده وسط كده والباقي ناعمين. بصوا بقى كدهوت ايه، ضربتها كده بقى المره دي إيه، بصوا تحسي في فرق ما بين دي وما بين التانية. يعني دي كده بدات تبقى عجين، بس الوش ده برضو انا مش عاملاه ناعم قوي. فعادي احنا عايزين يبقى حبه ناعمين وحبه إيه خشنين، عشان تبقى وانتي بتاكليها كده تحسي بطعم القرمشه كده، وتبقى خفيفه كده ما تبقاش. لو عملتيها كلها ناعمه قوي قوي هتبقى معاكي مكتومه. بصوا انا بوريكم ان انا خدت بقيه الكوبايه الميه. بصوا بقى هنا تحسي منعمها اكتر. فيعني هي ما بتبقى ناعمه جميله، بس سيبي فيها واحده كده ايه خشنه سنه. المهم بقى قولوا لي اعمل ايه في المكنه دي. اكتبوا لي في الكومنتات، اروح للراجل اللي انا شاريها منه واقول له انا بربط الايد اتقطمت. يعني والله لو وقعت ولا حاجه، دي انتوا شاهدين اهو ان انا كنت كانت فيها بفرم فيها يعني ما وقعتش. فطبعا هو هيقول لي لا ده اكيد وقعت من حد والكلام ده. المهم بقى بصوا العجينه بتاعتنا القمر، جميله بجد، تحفه تحفه، ما تغمقاش عن كده عشان خاطر ما تيجي تقليها بتغمق شويه كمان. المهم بقى اخدت حبه كده وكنا على فكره كنا بالليل كمان. وحطيت عليهم بقى شويه كده من الكزبره الناشفه وشويه شطه وحاجه بسيطه من الكمون. ما تكتريش كمون، كتري من الكزبره. وبرضو على طرف المعلقه كربوناتو. اوعي تحطي كربوناتو كتير، ولا تحطي ربع معلقه ولا نص معلقه، على طرف المعلقه كده اهوت. بصوا حاجه كده لا تذكر. والملح بتاعك ظبطيه بقى، نحطي شويه بشويه كده لحد ما توصلي ايه للحوض اللي انت عايزاه. نفصل بقى للمرحله بقى ايه اللي هي ايه احلى مرحله في الفيديو كلها، اللي ان احنا هنقلي. حطيت بقى زيت كده اهوت. عايزه اقول لكم والله والله ما كانت شاربه زيت. بجد اللي فرحني بقى اكتر حاجه طعمها وريحتها، وان هي مش شاربه زيت، دي كانت حاجه كمان بجد تحفه. الزيت هيسخن كويس، بس حاولي ما تخلوش يعني يسخن قوي، لان بصي عشان هو سخن اول واحده تحسيها احمرت بسرعه. خليه كده النار هاديه شويه، لا سخنيه قوي بعد كده هدي النار عشان عبال ما تقل تحطي بقى كذا واحده. انا عملت كده بقى كام واحده كده بالسمسم كده هوت كبار. وبعد كده هعمل معاكم بقى من اللي هو الصغير السريع ده، زي الراجل كده ما بيعمل كبير وصغير. بحط جنب مني شويه ميه كده في حاجه، زي الراجل على طول تلاقيه بيبل ايده في الميه كده ويطلعها. وطبعا حطيت جنب مني شويه السمسم. بص اول واحده احمرت ولونها ذهبي وجميل، مش اللي هي اتحرقت كده ولا. والواحده كده اللي باين لك انها خفيفه، ان هي الفلافل بتطلع على وش كده الزيت، ما تبقاش لازقه تحت في القاع. بجد والله العظيم عايزه اقول لكم طعمها وريحتها تحفه. طلعت بقى دولت كده هوت. طبعا الفلافل دي تقدري تحتفظي بيها في الفريزر. إيه لو هتقعد معاكي مثلا يوم ولا اتنين بس، إيه ممكن تحطيها في التلاجة عادي على الرف. انما لو هتقعد عندك فترة حطيها في اكياس، حطيها في علب، في اي حاجة. وطبعا ما شاء الله بجد إيه الربع كيلو فول الربع كيلو الحمص ونص كيلو الفول المدشوش عملوا معانا كمية كبيرة جدا. انتوا عارفين دلوقتي الطعمية بقت غالية ازاي، انت ممكن تبعتي تجيبي ب20 جنيه طعمية ما يبقوش حبة قد كده هو. فدي هتعملي تاكلي منها كذا يوم، وبجد حاجة كده تاكليها بنفس ونضيفة. كفايه ان انت ضامنه نظافتها، ضامنه الزيت اللي بتقلي فيه دوت نوعه ايه وشكله ايه وقاليه فيه كام مره. وغير كمان انت عارفه المكونات اللي محطوطه والايد اللي محطوطه في الحاجه. فبجد حاجه نظيفه، وغير انها موفره طبعا دي اكيد، وحاجه كمان نظيفه وانت ضامناها بنفسك. خلاص بقى بصوا بقى والله العظيم عايزه اقول لكم العيال بقى يقولوا لي قومي اقلي لنا تاني. قلت لهم والله ما انا قايمه مش قادره اقوم اقف تاني خلاص.
بس بجد جميله جدا، وتستاهل بجد التجربه، وتستاهل بقى ايه احلى لايك منكم كده اهوت، وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات هل انتوا بتعملوها. حد فيكم بيحط حمص الشام ولا اول مره تعرفوا الفكره ديت؟ بتمنى الفيديو دوت يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو استفدتي من الفيديو ما تبخليش عليا باللايك، ولو انت لسه ما اشتركتيش في القناه طبعا يشرفني اشتراكك. مستنيه رايكم بقى في الكومنتات، ايه رايكم في الطعميه او في الفلافل التحفه دي؟ حد يقول لي بقى ينفع بقى المفرمه دي اعمل فيها ايه؟ والله انا جايباها لسه ما سددتش تمنها، فحد يقول لي اعمل في المفرمه دي ايه. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.